أهلا بيكم في الفقرة الخامسة والأخيرة من شرحنا خطوات بناء البراند الشخصي. النهاردة هنركز على الاستمرارية والتحسين، وهي خطوة مهمة للحفاظ على البراند الشخصي وتطويره باستمرار. البراند الشخصي مش حاجة ثابتة، لازم تفضل تطوره وتحسنه مع الوقت. الاستمرارية بتخليك دايما في ذهن جمهورك وتبين إنك ملتزم وموثوق فيه. اعمل تقييم دوري لنفسك وشوف فين ممكن تطور. اسأل نفسك ايه الحاجات اللي محتاجة تحسين، ايه اللي ممكن تعمله بشكل افضل. استخدم ادوات التقييم زي الاستطلاعات واستبيانات الرأي عشان تعرف رأي جمهورك في البراند الشخصي بتاعك. ردود الفعل سواء كانت ايجابية او سلبية هي فرصة للتعليم والتحسين. خد النقد البناء وحاول تستفيد منه في تطوير البراند الشخصي بتاعك. ممكن تسأل جمهورك ايه اللي بيحبوه في محتواك وايه اللي عايزين يشوفوه اكتر. ما تخافش تجرب حاجات جديدة وابتكر في المحتوى اللي بتقدمه، ده بيساعدك تفضل مميز وتشد انتباه جمهورك. شارك تجاربك الجديدة واستمتع لتجارب الآخرين. كمان التجديد المستمر بيساعدك تواكب التغييرات وتكون دايما في المقدمة. وفي نهاية حلقتنا شكرا لانضمامكم في حلقة النهاردة الاستمرارية والتحسين. بتمنى ليكم تكونوا استفدتوا من النصايح والإرشادات اللي قدمناها. الاستمرارية والتحسين هم المفتاح لبناء براند شخصي ناجح ومميز. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تشاركوها مع أصحابكم وزمايلكم، ودايما مطلعين على آرائكم وكومنتاتكم. سلام.